اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، وكل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب إن شاء الله يا رب. النهاردة بقى أنا عملت أول امبارح معاكم الكحك. عملت 2 كيلو من الكحك. الحمد لله طلع زي الفل، والله والله العظيم جميل جدا. والنهاردة ايه بقى؟ قلت أعمل ايه؟ لا ولاد قالوا لي ايه؟ اعمل لنا بيتي فور يا ماما. جبت قالب زبدة فرن، وجبت يعني الزبدة فرن بتبقى أحلى بكتير من أي من الحاجات التانية يعني، عشان أنا مجرباها يعني بصراحة. عملت 4 كوبايات من السمنة فرن، قصدي من الزبدة. 4 كوبايات زبدة، و2 سكر، و8 دقيق. يبقى 8 دقيق، 8 كوبايات من الدقيق، و4 سمنة، و2 سكر. أما البيض بقى يا حبايبي، البيض جبت 8 بيضات. كل 4 كوبايات عليهم ايه؟ عليهم 4 بيضات. ال8 بيضات دول بقى ايه؟ 6 صفار، 6 خط الصفار بس، اتنين بيضة كاملين. ماشي. يبقى كده ايه؟ 8 دقيق، 4 زبدة، و2 سكر، وكيس فانيليا او كيسين فانيليا، اللي انت حباه يعني، زي ما بتحبي الطعم يعني. في ناس بتحط روح الموز وروح الورد لا، انا ما بحبش الحاجات دي. انا بحب الحاجه بتاعت زمان اللي كانت امي، ربنا يا رب يخليها ويديها الصحه، اللي كانت بتعملها لنا الحاجه دي. بس احنا في البلد بقى ما بنعملش الكوبايات دي والحاجات دي، لا 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 لا. احنا هناك بنعمل ايه؟ اقول لكم ايه؟ حاجه اسمها الكيله، بالكيله. فاهمين يعني؟ الكيله دي ممكن 8 علب. الكيله دي 8 علب. ماشي. العلب الكبيره بتاعت السمنه. وادي هنا حطيت يا حبايبي زي ما شفتوا الزبدة والسكر مع بعضهم، وحطيت ايه معاهم؟ الفانيليا. عملتهم بقى يعني بصي، اضربي على قد ما تقدري، خليها يعني ايه؟ قوام كريمي خالص خالص. هتديكي نتيجة ان شاء الله، بإذن الله، بإذن واحد احد. حاجة حلوة والله العظيم يعني. يعني ما انا اكيد مش هتاخدوا الوصفة بتاعتي دي، يعني هتقولوا لا, لا والله والله. يعني اللي هيعملها هيدعي لي ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. انا عارفه القناه بتاعتي طبعا ايه، لسه صغيره وكده، صغنطوطه. فبس والله العظيم بعمل الحاجه باتقان وبحاجه بضمير، يعني يعلم ربنا، ودي حاجه لبيتي يعني، بعملها لولادي ومكلفه. وعملت التجربه بقى، وقبل ما خلاص بص ازاي. اه. انا تقلتها شويه يعني، انا حطيت بعد ما حطيت ال8 كوبايات لقيتها ايه؟ لقيتها كريمي، عايزه تتعمل بالكيس الحلواني. انا ما بحبش الكيس الحلواني. رحت ضايفه لها حبه دقيق صغيرين، راحت عملت معايا ايه؟ اتمسكت بنفس الطريقه دي. وبعد كده انا عندي المكنه بتاعت البيتيفور، جايباها بقالي كتير يعني، موجوده عندي ورخيصه، هي مش غاليه قوي، كانت ب 200 150 جنيه كنت جايباها. ادي كنت عملت التجربه، وطلعت عملت 4 وحدات كده لوحدهم، حطيتهم في صينيه صغيره كده. ده كنت جايباه، ده الام، ده اسمه ايه ده؟ قولوا معايا، لا اله الا الله. ما علينا ما علينا، مش مشكلة مش مشكلة، نفتكر دلوقتي الزهايمر شوية بس بعافية. بس فقلت ايه بقى؟ عملت التجربة حبايبي، حطيته في الفرن يعني، ولعت الفرن. طلع تحفة. ما ضفتش اي حاجة تاني. بصي ازاي، والله العظيم متماسك، وطرية وجميلة، طعمها تحفة. انا بحب الحاجة البيتي، ولادي بيحبوا الحاجة البيتي، علشان كانت والدتي معودانا على كده، وانا معوداهم من زمان على كده. اما جيت هنا بقى اتجوزت وقعدت هنا بالمقادير بنعمل بالمقادير 7 كوبايات و8 كوبايات، لما عندنا بقى حاجة تانية. يا رب الفيديو يا حبايبي يعجبكم ان شاء الله يا رب. ويا ريت يا حبايبي لايك واشتراك، بالله عليكم يا حبايبي، بالله عليكم يا حبايبي، لايك واشتراك عشان القناة تكبر شوية بس. شوفوا الشكو على خير.